ده ايه الصورة دي؟ بص حضرتك الساجدين. بص حضرتك انا كنت موجود منهم امبارح. انا موجود حضرتك كنت موجود؟ انا الستة كنت موجود منهم امبارح. احنا كنا محترمين الحرس الجمهوري امبارح اخر احترام، ومفيش اي مشاكل بيننا وبينهم. ممنوع ليزر، ممنوع شماريخ، وكنا بنحترمهم اخر احترام. والساده العلماء كانوا واقفين على السلك، يا جماعه ما حدش يعمل مشاكل لحد اخر لحظه، واحنا محترمينهم بقالنا حوالي دلوقتي 5 ايام ومفيش اي مشاكل. نفاجئ في الفجر واحنا بنقنط، الشيخ قطع القنوط وركع وسجد بسرعه. ليه؟ لما سمع الضرب. لا، ده هم ناس من امن الدوله الاول خالص، لان هم ما كانوش عارفين يعملوا معانا اي حاجه، لان احنا واقفين سلميين بدون اي مشاكل. وهم كانوا من القاهره ولا من انا من الفيوم. من بلد الشهيد محمد الشلقاني. ماشي. واحنا نفاجئ امبارح وبنقنط معلش، انت جاي من الفيوم مخصوص عشان الاعتصام ولا انت هنا اصلا في شغل ولا انا حاجة؟ جاي هنا علشان بدافع عن الإسلام، مش علشان شخص محمد مرسي. دي يا أستاذ الفاضل إبادة للإسلام، ولازما كله ينتفض ولازما كله يطلع، لأن احنا بعد كده حتى الهوى هيمنعوه عنا، هيقول لنا ده مش بتاعكم. يعني احنا كده هيبقى فيه إبادة للإسلام، وفي عصابة ستك موجودة دلوقتي اللي هي عزت بيد الإسلام في مصر، مش موضوع كرسي، ده إبادة للإسلام، دي حاجة. وبعد كده بصينا لقينا بعض الناس من امن الدوله بدات تعمل شوشره علينا. ده كل ده وانتوا لسه بتصلوا؟ كنا لسه بنصلي. لقينا دب على بعض عواميد النور ناس من امن الدوله، لان احنا كنا ملتزمين اخر التزام واخر تمام. ولقينا قنابل مسيله للدموع جايه في وسطينا، وبعد كده ما حدش شاف حد. ولقينا فيه مبنى جار الحرس الجمهوري 4 آلي شغالين، واحد من وسطهم بيصور، وكان فيه قناصه في الحرس الجمهوري شغاله، وضرب النار الحي كان شغال. فضلوا شغالين ضرب نار فينا من اول الحرس الجمهوري على مدى فارس عبد العزيز مصطفى على مدى 2 كيلو، وانت داخل على رابعه هنا. فارس عبد العزيز مصطفى من الفيوم متجه خلف المنصة. منهم واحد كان في عماره مطلوب كهربائي خلف المنصة. من اهالي الشقق كهربائي يجي خلف المنصة. بيركن العربيه بتاعته تحت وبيدورها. راحوا ضاربينه بالنار، اتضرب برضه وتوكل على الله. اتفقوا علينا واحنا كنا نبقى ماشيين. اتفقوا علينا 3، الجيش والحرس والشرطه. اتفقوا علينا. القميص ده بقى ستك. انا كنت ماشي جار واحد زميلي، بصيت لقيته اتضرب جارب طلقه ووقع في ايدي. خدته وركبته العربيه، فضلت احوش في الدم بتاعه. وجيت هنا في المستشفى الميداني، اخر كلمه قالها له وهو بيستشهد، انا استغربت، انا جالي ذهول. يعني انا مش عارف يا جماعه، احنا كلنا اقسم بالله العظيم دي حقيقه اللي احنا واقفين فيه، ده هو الحق. مؤامرة بكل المقاييس يا باشا، ده هو خيانة غدر. ده هو جات لي زي ما تقول بفضل الله. ده هو بفضل الله زي ما تكون رساله من السماء جات لي. هو كان ميت، كان في غيبوبه يعتبر، كان خلصان صحي كده فايق، اكنه بيكلم شخص عادي ما فيهوش اي حاجه. قال لي اثبت ومحدش يروح، وبعد كده ما خلص وتوكل على الله. اتفقوا علينا 3. ده قميصه؟ لا، ده القميص بتاعنا. انت هو بقى لما مسكته بحوش الدم اللي في دماغه علشان احبس هو النزيف. بينقذه عشان اخر كلمه قال لك اثبته ومحدش يمشي. ما حدش يمشي. انا حسيت ان الكلمه دي مش بتاعته هو. انا حسيت ان الكلمه، لانه كان مغيب يا جماعه، كان ميت. ربنا بعتها لك عن طريق يا استاذ الفاضل. ماشي يا جماعه، المفروض مصر كلها تنتفض على هذا الموضوع، لان ده اباده للاسلام مش لمحمد مرسي. نكون او لا نكون ان شااء الله باذن الله. وده نحتسب عند الله من الشهداء. وخلي بالك جو في بعض القنوات التلفزيونيه الاربعه اللي كانوا شغالين بالآلي من فوق، كان في وسطهم واحد بيصور. بعد ما صور ونزل فبرك وجاب بعض الازاز المولوتوف، وجاب واحد ملثم. ده كلهم طبعا منتجوا المعنويه. وقعدوا مع واحد ملثم في قناه المحور وقناه المصريه والCBC، وقال لهم يا جماعه معلش انا اخطأت في حق البلد، طب انا هحلق دقني، طب انا خلاص مش هعمل كده تاني، طب انا وحكموني. لا، واحنا اصلا ما حدش فينا راح للحرس الجمهوري، وبنعاملهم معامله يعني انا مش عايز اقول انا ما كنتش بعامل ابويا بالطريقه دي اللي احنا كنا بنعامل بيها الحرس الجمهوري امبارح. انما نلاقي و5 اطفال يتضربوا، وام من الامهات
تتضرب بطلقه في قلبها، واحنا امبارح نجري وعميانين مش شايفين اي حاجه، وصعبان علينا الستات اللي موجوده واحنا بنجري. بكل المقاييس ده ما حصلتش على مستوى